لو عملتِ الماكريل بطرق كتير جدًا وخلاص زهقتِ، تعالي بقى شوفي الطريقة دي بُصّي ده وبان، هتاكلي التتبيلة اللي جواه قبل منه، وطعمه يا جماعة ولا دسمته حاجة تحفة، تحفة، تحفة. تعالوا بينا نصلّي على رسول الله ونبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هتجهّزي معاكِ الخضار اللي أنتِ هتستخدميه في الوصفة. الخضار اللي معانا اللي إحنا هنستخدمه كلّه ده للأكل. هتعملي سلطة، كأنِك هتعملي سلطة علشان تاكليها. تمام. الاول احنا بنكون غاسلين السمك بتاعنا حلو جدا ونقعينه في شويه ليمون كده وشويه دقيق علشان ما يبقاش فيه اي زفاره. تمام متفقين، دي اول خطوه. تاني حاجه زي ما قلت لكم هنعمل سلطه. حطي بقى فيها مكونات: جزر، شبت، كزبره خضراء، بقدونس، طماطم، توم، بصل عادي، بصل اخضر، فلفل، ليمون. كل ده هنحطه معانا، بس هنقطع كله يعني زي كده ايه، ناعم شويه. ما عدا الطماطم هنعملها يعني ايه زي السلطه زي ما بناكلها عادي عشان نعرف ناكلها في الاخر. التوابل بتاعتي هنا معايا ملح وكزبرة وكمون وبابريكا وشوية جنزبيل وشوية فلفل اسود، توم بودرة وبصل بودرة، وكمان عندي خردل. الخردل اللي هو بديل المستردة، لو انت عندك مستردة حطي مستردة، ما تحطيش خردل. كمان حطيت شوية كركم. تعالي كده بقى هنعمل السلطة. وطبعا ما تقيديش بالتوابل بتاعتي، لو انتي ما عندكيش خلاص. وحطيت كمان توابل سمك، لو ما عندكيش استخدمي اللي عندك. الكمون والكزبرة والملح كافيين جدا للسمك. حطيت كده الخضرة وحطيت كمان الثوم والفلفل وكل الحاجات زي ما قلت لكم، عشان دول انا هحتاجهم يعني تقطيع مش كبير قوي. لكن الطماطم دي هسيبها كده للاخر. حط كمان بصل اخضر، ولو عندك كرفس كمان بتبقى طعمه جميل جدا في السمك. حطيت كمان الليمون كده، حطيت بقشره وفي هعصره بره. هبدأ كمان انزل شوية الخردل كده، وانا ما كنتش جايباه مطحون بس عادي. وضربتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها الحشوة بتاعتي، وهقطع الطماطم كأن انا هعمل سلطة عادي زي ما قلت لكم، عشان الحشوة دي احنا هناكلها. هتدعولي بجد يا جماعة وهتشرفكم جدا جدا جدا. الماكريل من الحاجات المفيدة جدا وطعمها لذيذ قوي يعني. الكمية بقى اللي انت عايزاها في الطماطم، وكمان على حسب كمية السمك اللي انت عاملاها. يبقى تمام كده معانا سلطة عادية. يبقى مكوناته كلها هقولها تاني من الأول: طماطم وكزبرة وشبت وبقدونس وجزر وتوم وبصل وفلفل. تمام. ومعايا كمان بصل أخضر وليمون. التانيين قطعتهم ناعم، والطماطم بس اللي بقطعها خشن زي ما انتوا شايفين كده بعملها سلطة. وهنحط عليها التوابل اللي احنا قلناها: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، توم بودرة، بصل بودرة، شوية جنزبيل، وكمان شوية من توابل السمك وشوية كركم وشوية خردل. هحط كده اللي احنا فرمناهم ناعم على شوية طماطم السلطة اللي احنا عملناها دي. وهننزل كمان بالتوابل. واول ما تنزلي التوابل كده هتشمي بقى ريحة جميلة جدا جدا جدا. هنعصر كمان الليمون. وهنحط كمان خل وزيت. الحاجات دي يا جماعة بصوا بتنكه الدنيا كده وبتنزلك كده صوص جميل جدا بيدخل جوه لحم السمك نفسه. شوية خل حلوين كده، وكمان شوية زيت. هنقلب كله كويس كده في بعضه. وهناخد منهم كام معلقة كده علشان برضو نبقى نضيفهم على السلطة. طعمهم دلوقتي وريحتهم خرافية بجد. جبت بقى صينية وحطيت فيها عيدان البصل وعيدان الخضرة اللي احنا حطيناها، وكمان قشر الليمون. وقطعت عليها كمان كده طماطمايه عشان يبقوا كأرضية مثلا كده للسمك بتاعي. هنا حسيت ان هو محتاج شوية توابل، زودت لهم شوية. طبعا انت بتدوقي وبتعرفي. هنا السمك خلاص صفيته من المية اللي كانت فيه، ومجهزة معايا خيط غسلاه كويس جدا. خيط عادي، خيط اكل، اي خيط متوفر عندك. هنمسك السمكة كده وهنحشيها كويس كده من اول الراس لحد الديل من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين جمال يا جماعة السلطة اللي احنا حطيناها؟ هنعمل كله بنفس الشكل ده كده، هفتحه لحد الاخر من تحت.
وهحط من اول الراس لحد الديل، نملاها كويس كده علشان ده هيبصوا هيطر لنا اللحمه كده وطعم السمك هيدخل فيه كله كده، يدخل في بعض يبقى طعمه جميل قوي. الموضوع سهل جدا، كأنك بتعملي سلطه وبتحشيها وخلاص على كده. في الوقت ده احنا بنبقى مولعين الفرن علشان يبقى ساخن معانا. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش ان انت تشتركي، وطبعا ما تنسوش اللايك للفيديو. خلاص كده خلصنا. نجهز بقى الخيط اللي احنا غسلينه كويس، وفي خيط مخصص للاكل. كده كده مش هتفرق، الخيط ده مش هيأثر في حاجة، وفي الاخر كده كده هنشيله قبل الاكل. طب الخيط ليه؟ علشان السمكة كده ما تفتحش بقها كده منك و... ويبقى شكلها مش حلو. فاحنا بنلفها كده بالخيط علشان تفضل محافظة على التتبيلة او على السلطة دي جواها، وتتكمر كده فيها وتبقى طعمها حلو جدا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بيخلي السمكة متماسكة جدا. عملته كله بنفس الشكل ده كده، وحطيته على الارضية اللي انا قلتلكوا عليها، وسبت شوية كده من التتبيلة علشان احطهم على وش السمك من فوق. هساوي بقى شوية التتبيلة كده على الوش، منهم هيحمولي الوش ان هو ما يتحرقش وكده، ومنهم كمان هيتبلولي وش السمكة من فوق. احنا كده حاطين تحت السمكة، وحاطين فوقها كمان، وحاطين جواها. وهرش على كل واحدة كده شوية من الزيت، وهرش عليها كمان شوية من الليمون. طبعا حط شرايح ليمون كده بينها هتديها ريحة حلوة قوي وهي في الفرن. خلاص دلوقتي زي ما انا قلت لكم، انا دلوقتي مسخنه الفرن كويس جدا، وشويه السلطه اللي باقيين دول انا هحطهم على السلطه. قطع هنا بقى شوية بصل عشان نعمل شوية رز صيادية كده حلوين على شوية التتبيلة اللي باقيين في الكبة. بصل مفروم عادي مع بواقي كده شوية كنت سايباهم من الخلطة. هنا السمك اخد وش من الناحية دي، هقوم قلباه على طول على الوش التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنزلهم تاني في الفرن. هنا بقى معايا شوية توابل بتاعة السمك، اللي هو فلفل اسود وكمون وشوية كركم، شوية توابل سمك. حطيت كده البصل يتحمر، هنزل عليه بالتوابل، طلع ريحة كده معاه، ونحط المية والرز عليهم ونقلب ونغطي عليه لحد ما هو يتشرب المية بتاعته. بس هنقوم موطيين عليه خالص. هو البصل بتاع الرز الصيادية بيبقى غامق كده عادي، ما تخافوش. ممكن تحطوا كمان ربع معلقة سكر عليه لو انتوا خايفين من مرارة البصل. هنا خلاص اخد وش من الناحيتين اهوت السمك، حاجة تحفة. والريحة مش عايزة اوصف لكم كانت عاملة ازاي، والطعم كمان رهيب يا جماعة. هنا حطيت كمان شوية من السلطة اللي احنا كنا عاملينها او الخلطة. كده خلاص السمك اهو اتجهز معايا، طعم وريحة وشكل بجد يشرف. بصوا دوبان دوبان من فوق وتحت واخد نفس اللون، حاجة كده تحفة. جربوها هتعجبكم جدا بأمر الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وده كان الأكل، شوية سمك تحفة مع شوية الرز الصيادية وشوية السلطة اللي حطينا عليها برضو من الخلطة. ألف هنا يا رب للي جرب، وألف هنا يا رب للي شاف. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. كنت أنا معاكم شيماء مدحت من قناة أكل لذيذ. سلام عليكم ورحمة الله.